قبل ما نبدأ الحلقة دي إهداء لحبيبتي نيرة اللي طلبت الحلقة بنفسها، لأن من غيرها ما كانش فيه حواديت قبل النوم أصلا، ولأن هي الحدوتة الحقيقية. وقبل ما نبدأ برضو، الحلقة بتحتوي على تفاصيل دموية وأحداث عنف قاسية ومش مناسبة للأطفال ولا للمستمعين ذوي الحساسية تجاه العنف، فأحب أقول لأصحابي الصغيرين معلش، الحلقة دي مش ليكم. التاريخ مليان طغاة، حكام قتلوا ودمروا وحرقوا، بس دايما الطاغية بيبقى عنده مبرر سياسي أو طموح عسكري. لكن حكايتنا النهاردة عن نوع مختلف تماما من الطغاة. حكايتنا عن امبراطور ما كانش عايز يحكم العالم، لكنه كان مقتنع من جواه انه فنان عبقري وممثل تراجيدي. امبراطور شاف ان امبراطورية روما العظيمة دي كلها بشعبها وجيشها ومجلس شيوخها مجرد كومبارس وجمهور اجباري مقفول عليهم باب المسرح عشان يسقفوا لموهبته. النهارده هنغوص في عقل خامس اباطرة روما، الامبراطور نيرون. هنشرح ازاي امه صنعته على ايديها بالسم والمكايد، وازاي هو كافئها بطعنة في الرحم اللي شاله. جهزوا نفسكم لرحلة في أظلم حتة في النفس البشرية. نيرون ما اتولدش وحش، نيرون اتصنع حتة حتة في أروقة القصور الرومانية الضلمة على ايد أمه أجريبينا. أجريبينا ما كانتش ست عادية، كانت سيدة طموحها ملوش سقف ولا أخلاق، كل هدفها في الحياة إن ابنها نيرون يقعد على عرش روما. عشان ده يحصل كان لازم تتخلص من جوزها الإمبراطور كلاوديوس. الخطة اتطبخت منها بذكاء مرعب. راحت أجريبينا لخبيرة سموم مشهورة جدا في روما، طلبت منها تركيبة سم كيميائية خاصة جدا، سم ما يموتش الامبراطور فورا فيثير الشبهات ويعمل انقلاب، وفي نفس الوقت ما يكونش بطيء فالامبراطور يلحق يغير وصيته ويورث العرش لابنه الحقيقي بدل نيرون. السم اتحط في الأكلة المفضلة للامبراطور كلاوديوس، طبق من فطر المشروم. كلاوديوس أكل المشروم المسموم، بس هنا حصلت حاجة كانت بره الحسابات خالص. السم ما اشتغلش بالسرعة المطلوبة، يمكن عشان كلاوديوس كان سكير وفرغ اللي في معدته فتركيز السم قل. الخطة كانت هتبوظ وتطير فيها رقبة أجريبينا وابنها، لولا أن الطبيب الخاص للإمبراطور كان شريك في المؤامرة. الدكتور ده عمل نفسه بيساعد الإمبراطور إنه يتقيأ عشان يرتاح، وقام دخل في حلقه ريشة مدهونة بسم زعاف سريع المفعول. وفي لحظات كلاوديوس مات، وأجريبينا أعلنت ابنها نيرون اللي كان عنده 16 سنة بس إمبراطور على روما. نيرون مسك الحكم، بس الحاكم الفعلي من ورا الستارة كانت أجريبينا. العلاقة بينهم ما كانتش علاقة أم بابنها، لكنها كانت علاقة مريضة جدا بتتأرجح ما بين التبعية المطلقة والعداء القاتل. المؤرخين الرومان زي كاسيوس ديو وتاسيتوس نقلوا تفاصيل بتشيب عن العلاقة دي. لما نيرون كبر وبدأ يحس بالاستقلال، أجريبينا حست إن نفوذها بيضيع، فلجأت لأبشع طريقة عشان تفضل مسيطرة عليه. كانت بتدخل عليه وهو سكران وتتودد له وتغريب ملابسها وجسدها، وروما كلها كانت بتتكلم عن شائعات اللي بيحصل في القصر. مستشار نيرون الفيلسوف الشهير سينيكا شاف ان الوضع ده هيدمر صورة الامبراطور قدام الجيش، فدخل جارية اسمها اكتي في حياة نيرون عشان تكسر سيطرة امه عليه. ولما دخلت في حياة نيرون عشيقته وزوجته بعد كده بوبايا سابينا، بدأت تسخنه وتملى دماغه ضد امه. نيرون بدأ يحس باختناق وجاله بارانويا ان امه بتخطط تقتله. هنا الابن قرر انه عشان يثبت لنفسه انه الامبراطور الاوحد لازم يقتل الرحم اللي جابه للدنيا. قتل شخصية زي أجريبينا مش سهل، هي ست مهجونة بممارات القصور. نيرون فكر يسممها بس اكتشف انها طول السنين اللي فاتت كانت بتاخد مضادات سموم ترياق يعني بانتظام عشان تحصن جسمها. فلجأ نيرون لتدبير مسرحي مرعب بيعكس دماغه المريضة. عزم أمه على حفلة تصالح وهمي في منتجع فاخر على خليج نابولي، مثل عليها دور الابن البار المحب وعاملها بحنان مفرط. وبعد العشاء ركبها قارب صممه قائد أسطوله مخصوص، قارب سقفه مصمم انه ينهار ويغرق بمجرد ما يدخل في عمق البحر. الليل كان هادي والسماء مرصعة بالنجوم. القارب اتحرك وفجأة الميكانيزم اشتغل والسقف انهار، بس الأقطار هنا بتلعب لعبتها. أجريبينا كانت نايمة على أريكة قوية جدا وحوافها عالية، فالأريكة دي شالت صدمة السقف وحمتها من الموت، والضلمة والفوضى عموا المكان. القارب بدأ يغرق ببطء. واحدة من خادمات أجريبينا من رعبها بدأت تصرخ وتقول انقذوني أنا الإمبراطورة، عشان ينقذوها هي الأول. وده كان أغبى وآخر قرار خدته في حياتها، لأن البحارة المتآمرين انهالوا عليها ضرب بالمجاديف لحد ما قتلوها وهم فاكرينها أجريبينا. في اللحظة دي ثعلبة العجوز أجريبينا فهمت اللعبة، التزمت الصمت التام ونزلت المية، وبمهارتها في السباحة قدرت توصل للشط مبللة ومجروحة بس عايشة وعارفة كويس مين اللي دبر لها الفخ ده. لما نيرون عرف ان امه نجت جاله ذعر هستيري، عارف انها مش هتسكت وممكن تقلب عليه حرس الامبراطوريه. في لحظتها
لما جاله رسول من أمه ودخل عليه يطمنه، نيرون رمى السيف على الأرض خلسة وصرخ واتهم الرسول ده إنه جاي يغتاله بأمر من أمه، وخدها حجة وبعت فرقة قتلة لفيلا أجريبينا عشان يخلصوا عليها علنا. المؤرخ تاسيتوس بيوصف لحظة النهاية ببراعة، بيقول إن القتلة اقتحموا غرفة الإمبراطورة العجوز في الإضاءة الخافتة، وأجريبينا قاعدة وهي ما توسلتش وما عيطتش، استدعت كل كبرياء السلالة الإمبراطورية وبصت في عين الجلاد اللي رافع سيفه وكشفت عن بطنها بجرأة وصرخت بجملتها التاريخية اللي بترن في ودان التاريخ: اضرب الرحم. كأنها بتقول لهم: دمروا الرحم الملعون اللي أنجب الوحش اللي بيحكمكم ده. طعنوها لحد ما ماتت، بس الجنون ما بيقفش هنا. المؤرخ سوينتينيوس بيسجل تفصيلة دموية سيكوباتية مرعبة. نيرون أمر بوضع جثة أمه الممزقة والعارية قدامه، ووقف يتفحصها ببرود مرضي وبدأ يناقش حشيته المرعوبة في عيوب ومحاسن جسمها. وبرغم بروده الظاهري ده، إلا إن طيف أجريبينا فضل يطارده كل ليلة. كوابيس مرعبة بيشوف فيها أمه بتسحبه الضلمة ملهاش آخر، كوابيس ما بترحموش وبتعلن عن بداية النهاية لعقل الإمبراطور. من اللحظة دي نيرون ما بقاش مجرد إمبراطور مراهق بيتخلص من سيطرة أمه، نيرون اتحول لإله موهوم مقتنع إن العالم كله اتخلق عشان يتفرج عليه وهو بيمثل. المسرح النيروني مسرح مفيش فيه باب خروج، واللي بيدخله ممكن ما يطلعش منه عايش، اللي جاي جنون صافي. في روما القديمة الحاكم العظيم هو الجنرال المقاتل الخطيب المفوه، بس نيرون كان شايف نفسه حاجة تانية خالص. كان عنده عقدة نقص غريبة، ما كانش شايف نفسه سياسي، لكنه كان مقتنع وبشكل نرجسي مرضي انه فنان الهي لا نظير له، وان السياسة دي مجرد عبء سخيف بيعطله عن فنه. نيرون كان مهووس بالغنى والتمثيل التراجيدي وعزف القيثارة وسباقات العربات. الحاجات دي في روما كانت بتعتبر مهن مبتذلة للعبيد والطبقات السفلى، للتسلية والكلام الفاضي، عار على النبي الروماني انه يعملها، ما بالك بالامبراطور نفسه. وهنا بتظهر المفارقة السيكولوجية العجيبة. الامبراطور اللي بيملك حق الحياة والموت على الملايين كان بيقف قدام حكام المسابقات الفنية يترعش من الخوف، كان بيتكلم معاهم بخضوع مصطنع يترجاهم يحكموا بموهبته بس، وفي السر كان بيرشيهم وساعات يقتل منافسينه عشان يضمن الجايزة. بس الكارثة الحقيقية كانت للجمهور. نيرون كان بيعتبر امبراطورية روما كلها مسرح كبير، ومجلس الشيوخ والشعب مجرد كومبارس مجبورين يسقفوا له. المؤرخ سوينتينيوس بيوصف لنا مشاهد سريرية مرعبة جوه المسرح. نيرون كان بيجبر النوبلة وعامة الشعب يحضروا عروضه اللي بتستمر لساعات طويلة جدا، والمصيبة ممنوع حد يخرج. الأبواب كانت بتتقفل وحرس الإمبراطور واقفين على الأبواب. المعاناة جوه المسرح كانت لا توصف. تخيل إن في ستات حوامل من كتر القعدة والرعب وعدم القدرة على الخروج كانت بتولد جوه المدرجات، وفي رجالة من النبلاء من كتر الإرهاق وعذاب الاستماع لصوته الرديء وتسقيفهم الإجباري كانوا بيخاطروا بحياتهم وينطوا من فوق أسوار المسرح في السر. أما المشهد الأكثر كوميدية وسوداوية فهو إن بعض النبلاء ابتكروا حيلة الموت الكاذب. كانوا بيمثلوا إنهم أغمى عليهم وماتوا ويقعوا على الأرض عشان حرس يفتكروهم جثث ويشيلوهم ويخرجوهم بره المسرح، كل ده عشان بس يهربوا من العذاب السمعي والنفسي اللي الإمبراطور فرضوا عليهم. هوس نيرون بنفسه ما وقفش عند الغنى، لكنه انعكس كمان على المعمار. نيرون كان عايز قصر يخلد بيه أسطورته، فبنى ما يعرف بالقصر الذهبي، قصر أسطوري مساحته بتوصل ل 300 فدان في قلب العاصمة، جواه بحيرات صناعية، غابات، وقاعات متغطية بالذهب واللؤلؤ. أعجب حاجة في القصر ده كانت قاعة الطعام الدوارة اللي عملها. القاعة دي كانت معجزة هندسية، أرضيتها وسقفها كانوا بيلفوا باستمرار وببطء ليل ونهار عشان يحاكوا حركة القبة السماوية. كانت بتلف بقوة تيار مية هيدروليكي من تحتها، ومن السقف المتحرك بتنزل آلاف الزهور ورذاذ العطور على الضيوف، ونيرون قاعد في النص بالظبط كأنه الشمس اللي الكون كله بيلف حواليها. وعشان جنون العظمة يكتمل يقال إنه أمر بدحت تمثال برونزي عملاق لنفسه ارتفاعه 30 متر، يعني حوالي عمارة 10 أدوار، وحطه في ساحة القصر في تحدي صارخ لكل قيم التواضع. بس قصر زي ده عشان يتبني بالحجم ده في قلب روما المكتظة كان محتاج مساحة خيالية. المساحة دي ما توفرتش إلا بعد كارثة مرعبة. في صيف عام 64 ميلادية، وتحديدا في ليل 18 يوليو، روما في الوقت ده كانت مدينة زحمة جدا، أزقة ضيقة وعمارات سكنية خشبية عالية ومكدسة، حرفيا برميل بارود مستني شرارة. الشرارة دي بدأت في المتاجر والأكشاك الخشبية اللي حوالين مضمار سباق العجلات. المتاجر دي
كانت مليانة بضايع قبل الاشتعال السريع، وفي لحظة ومع الرياح العاتية النار انتشرت زي الجحيم. المؤرخ تاسيتوس بينقل لنا صورة بصرية بتقشعر لها الأبدان. بيقولك جدران من النار بتعانق السماء، النيران بتاكل المناطق المنخفضة وتزحف للتلال وترجع للوديان بسرعة تسبق أي محاولة للإطفاء. صراخ الستات والأطفال والعواجيز بيرن في الأزقة، تدافع مرعب وناس بتدوس على بعضها عشان تلاقي مخرج مسدود. الدخان حجب نور الشمس، وروما العظيمة بكنوزها ومعابدها اتحولت لبحر من الرماد. المأساة استمرت 6 أيام و7 ليالي كاملين، وبعد ما السلطات قدرت تسيطر على الحريق جزئيا بهدم مجمعات سكنية لعمل منطقة عازلة، النار فجأة رجعت ولعت تاني واستمرت 3 أيام كمان. والغريب إن الحريق ده بدأ في ممتلكات تخص مستشار نيرون وقائد حرسه السيء السمعة. المحصلة كانت كارثية، من أصل 14 منطقة في روما 3 مناطق اتسوت بالأرض تماما، و7 مناطق اتحولت ركام وهياكل محروقة، و4 بس هم اللي نجوا. هنا لازم نقف قدام أشهر صورة محفورة في ذهن البشرية عن نيرون. نيرون واقف على البرج بيعزف الكمان وبيضحك وروما بتتحرق تحتيه. خليني أصدمك وأقولك إن دي أسطورة فنية بحتة، مش حقيقة تاريخية ولا حاجة. أولا آلة الكمان أصلا ما كانتش اخترعت في الزمن ده، الآلة اللي كانت موجودة هي القيثارة. ثانيا المصادر الموثوقة بتأكد إن نيرون وقت بداية الحريق ما كانش في روما أصلا، وإنه كان في مدينة ساحلية اسمها أنتيوم، ولما عرف بالكارثة رجع روما بسرعة وقاد جهود إغاثة جبارة، فتح حدائق الخاصة للناجين وبنى مباني مؤقتة لإيوائهم ونزل أسعار القمح عشان يمنع المجاعة. فحكاية إنه وقف يغني قصيدة عن خراب طروادة كانت مجرد شائعة طلعتها الناس من كتر كرههم ليه. أمال ليه الناس اتهمته إن هو اللي حرقها؟ لأن الحريق التاني بدأ في أرض مستشاره، ولأن تاسيتوس بيقول إن في ناس شافت رجالة بيمنعوا المواطنين من إطفاء النار، بل وكانوا بيرموا مشاعل وبيقولوا إنهم بينفذوا أوامر عليا. والأهم من ده كله إن نيرون استغل المساحات الشاسعة اللي اتحرقت دي وصادرها عشان يبنوا قصر الذهبي اللي حكينا عنه، فالاستغلال ده هو اللي ثبت عليه تهمة الإحراق المتعمد في وعي الناس للأبد. الشائعات زادت وغضب الشعب وصل لدرجة الغليان. نيرون حس إن العرش بيتهز تحتيه، وكان محتاج بسرعة لكبش فدا يلبسوا التهمة ويمتص غضب الناس. نيرون لقى ضلته في طائفة دينية جديدة كانت لسه صغيرة ومكروهة من الرومان لأنهم كانوا منعزلين وبيرفضوا يعبدوا آلهة روما أو يؤلهوا الإمبراطور. الطائفة دي كانت المسيحيين. وهنا نيرون سجل واحد من أوائل الاضطهادات الرسمية للمسيحيين في تاريخ الإمبراطورية، وبطريقة بتعكس سادية مريضة لا يتخيلها عقل. نيرون ما أمرش بإعدامهم بشكل تقليدي، لكنه حول موتهم لعرض ترفيهي مسرحي. لبس بعضهم جلود وحوش برية ورمى عليهم كلاب مفترسة في الحلبة عشان تنهشهم وهم عايشين. لكن المشهد الأبشع على الإطلاق كان بيحصل بالليل. نيرون أمر بربط المسيحيين وتثبيتهم على أعمدة خشبية عالية، ودهن أجسادهم بالزيت والقار، ودي مواد شديدة الاشتعال، وبعدين أمر بإشعال النار فيهم وهم أحياء. ليه؟ عشان يستخدمهم كمشاعل بشرية تنور له حدائق القصر بتاعته بالليل. تخيل المشهد الجحيمي ده، أجساد بشرية بتتحرق وتتلوى من الألم، وفي وسط المشهد ده نيرون راكب عربية سباق الخيل بتاعته ولابس زي السائق وبيلف بين الجثث المشتعلة دي وهو بيضحك ومبتهج. السادية المفرطة دي جابت نتيجة عكسية. الشعب الروماني القاسي بطبعه بدأ يحس بالشفقة على المسيحيين، لأنهم أدركوا إن الناس دي ما بتتقتلش عشان العدالة ولا عشان حرقوا روما، دول بيتقتلوا بس عشان يشبعوا القسوة الشخصية المريضة والبارانويا بإمبراطور مجنون. البارانويا دي مش هتقف عند العوام. بعد حريق روما عقل نيرون هينهار تماما، وسيفه هيطول أقرب الناس ليه، أستاذه، أصدقائه، وحتى حب عمره، مسلخ حقيقي جوه القصر الإمبراطوري. بعد حريق روما الغضب الشعبي وصل للجيش والنبلاء، وبدأت تتشكل مؤامرات الحقيقية لاغتيال نيرون. أشهرها مؤامرة بيسو سنة 65 ميلادية. المؤامرة دي اتكشفت ونيرون استغلها عشان يصفي حساباته مع كل اللي بيشك فيهم. سينيكا ما كانش مجرد وزير، ده الراجل اللي ربى نيرون وعلمه وحاول يروض وحشيته لسنين، بس نيرون كان شايف فيه الضمير اللي بيفكره دايما بنقصه. ورغم ما فيش دليل قاطع على تورط سينيكا في المؤامرة، نيرون بعت له فرقة عسكرية تأمره بأمر واحد: الانتحار فورا. المؤرخ تاسيتوس بيوصف لنا مشهد انتحار سينيكا كأنه لوحة فنية سوداوية عن بطء الموت. سينيكا كان عجوز جسمه نحيل، استقبل الحكم بهدوء الفلاسفة وطلب يكتب وصيته، لكن الفرقة العسكرية رفضت. فالتفت لأصحابه ومراته اللي كانوا منهارين من البكاء وقال لهم: أين الفلسفة التي تعلمناها؟ وأين الاستعداد لمواجهة القدر؟ سينيكا قطع شرايين دراعاته، بس لأن جسمه كان عجوز والدم فيه ضعيف
النزيف كان بطيء جدا والموت رافض يريحه، وعشان يسرع العملية قطع شرايين رجليه، وبرضه الألم طال. طلب سم الشكران، نفس السم اللي مات بيه سقراط، وشربه، بس السم ممشيش في دمه البارد. في النهاية عذابه طول جدا، فطلب يحطوه في حوض مية سخنة عشان البخار والحرارة يوسعوا الأوردة ويسرعوا النزيف. وهناك وسط البخار الكثيف في الحمام اختنق الفيلسوف العجوز ومات. بموت سينيكا نيرون قطع آخر شعرة بتربطه بالعقل، وبقى وحش مطلق ملوش أي لجام. الجنون ما بيفرقش ما بين عدو وحبيب. بوبايا زوجة نيرون كانت أكتر إنسانة حبها في حياته، الست اللي حرضته على قتل أمه اللي كانت بتشاركه طموحه وجنونه. في يوم من الأيام نيرون رجع القصر متأخر ومزاجه سيء جدا بعد ما خسر أو أدى بشكل وحش في سباق عربات. بوبايا اللي كانت حامل في الشهور الأخيرة عجبته بشدة على تأخيره واستهتاره. نيرون في لحظة غضب أعمى وفقدان تام للسيطرة يقال إنه رفع رجله وضربها ركلة عنيفة جدا في بطنها. الضربة دي كانت قاتلة. بوبايا وقعت بتنزف وماتت هي والجنين اللي في بطنها في لحظتها. لما نيرون استوعب اللي عمله دخل في لحظة ندم هستيرية مريضة. من كتر هوسه بيها كسر التقاليد الرومانية اللي بتنص على حرق جثث الموتى، وأمر بتحنيط جثتها على الطريقة المصرية، وعمل لها جنازة أسطورية، وأجبر روما كلها تعلن الحداد وتألهها كأنها إله. بس الندم ده ما كانش بيمنعه يكمل مسرحيته الدموية، لكن من كتر هوسه بيها لما شاف شاب بيشبهها في الملامح أمر بإخصائه وأجبره يلبس هدوم بوبايا ويتعامل كأنها هي، ولف بيه في الشوارع. سنة 68 ميلادية الإمبراطورية كانت جابت آخرها. حكام الولايات في الغال فرنسا وأسبانيا أعلنوا التمرد العسكري، ومجلس الشيوخ في روما اللي كان بيرتعد من نيرون أخذ أجرأ قرار في تاريخه. أعلن نيرون عدو للشعب وأصدر حكم بإعدامه ضربا بالعصيان حتى الموت. نيرون اللي كان نايم في قصره الذهبي المحاط بالحرير والذهب صحي في نص الليل على كابوس حقيقي. فتح عينه ملقاش حد، نادى على الحرس الإمبراطوري مفيش أي رد. طلع يلف في ممرات القصر الضخمة لوحده. القصر كان مهجور تماما. أصدقاء السهر، المستشارين، الحراس، الطباخين، كلهم هربوا وسابوه. طاغية روما الإله الموهوم لقى نفسه في لحظة مجرد إنسان ضعيف ووحيد ومرعوب. فكر يرمي نفسه في نهر التايبر بس شجاعته خانته، لحد ما ظهر له خادم وافي من الموالي بتوعه وعرض عليه يهرب للبيت بتاعه بره روما على بعد 4 أميال. نيرون وافق فورا. اتنكر، لبس عباية قديمة وغطى وشه، وركب حصان متهالك في نص الليل. وهو في طريق كان سامع أصوات الجنود في المعسكرات بيهتفوا باسم الإمبراطور الجديد جالبا. وصل نيرون لفيلا الخادم، وعشان ما يتكشفش اضطر يزحف على ايديه ورجليه في ممر طيني ضيق عشان يدخل قبو الفيلا الضلمة من تحت الأرض. تخيل المفارقة، الإمبراطور اللي بنى قصر الذهبي بقاعاته الدوارة وبحيراته قاعد دلوقتي بيترعش وبيتمرمخ في الطين في قبو تحت الأرض، وبيشرب مية مش نظيفة من بركة بإيده وهو بيبكي. أصحابه القليلين اللي فضلوا معاه قالوا له مفيش حل غير الانتحار قبل ما يمسكوه ويعدموه بالضرب لحد الموت. نيرون أمرهم يحفروا له قبر على مقاسه بالظبط، وكان بيبص للتراب وهو بيعيط ومش قادر يستوعب إن دي نهاية. المشهد كان عبثي لدرجة إن نيرون من كتر جبنه كان بيترجى أي حد من الخدام اللي معاه إنه ينتحر قبله عشان يوريه الموت بيحصل إزاي ويشجعه. محدش وافق طبعا، وفجأة سمعوا صوت حوافر خيل بتقرب من الفيلا. فرقة من الفرسان الرومان وصلوا عشان يقبضوا عليه حي. نيرون أدرك إن الستار بينزل فمسك الخنجر وإيده بتترعش ومش قادر يقطع نفسه، فاستعان بسكرتيره عشان يزق الخنجر في رقبته. وفي اللحظة اللي الدم كان بيفور فيها من رقبته وهو بيقع على الأرض في الطين ماشي لا جملة عن روما ولا عن أمه ولا عن زوجته. الطاغية الموهوم والممثل اللي سيطر عليه الدور لحد آخر نفس قال جملته الخالدة اللي بتلخص كل عقدة النقص اللي دمرت العالم: يا لي من فنان عظيم يموت معي. دخل الضابط الروماني القبر، لقى الإمبراطور بيلفظ أنفاسه الأخيرة وعينيه جاحظة ومفتوحة بتبص للفراغ برعب خلى الضباط نفسهم يترعبوا. ومات نيرون وانتهت معاه سلالة يوليوس قيصر للأبد. لما السلطة المطلقة بتقع في إيد شخص مريض بعقدة النقص العالم كله بيتحول لخشبة مسرح، والناس بتبقى مجرد حطب لنار جنونه. نيرون ما كانش مجرد إمبراطور سيء، كان درس تاريخي قاسي بيقول إن أسوأ أنواع الطغاة هم اللي بيصدقوا إنهم آلهة أو فنانين. بس يا ترى هل نيرون كان فعلا مجرم ولا التاريخ كتب له دور المجرم؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.